1/7/2015، يعني من 8 سنين. دي كانت آخر سنة ألعب فيها كورة في الدوري الممتاز لنادي في مصر. يعني دي كانت نهايتي كلاعب كرة قدم محترف في مصر، والكلام ده كان من 8 سنين. الحقيقة كل لما باجي أنسى أو أحاول أنسى الموضوع ده مش عارف أنساه، لأن دي الحاجة الوحيدة اللي أنا بحبها، والحاجة الوحيدة اللي كنت شايف إن دي أكتر حاجة بعرف أعملها يعني. حتى لو حد ناوي يدخل ويسف ويقول عكس كده يعني ما عنديش مشكلة. والحقيقة أنا مش هحكي لكم اللي حصل أو تفاصيل اليوم علشان أصعب على حد خالص. هي كل الفكرة ما إلا توثيق للي حصل اليوم ده، علشان كمان كل شوية ساعات في ناس ما تكونش عارفين تقول لي إيه اللي حصل اليوم ده. فأنا هحكي لكم واحدة واحدة كده إيه اللي حصل اليوم ده، وهرد على كام نقطة اتقالت في القصة دي. 1/7/2015 ده كان يوم في رمضان، مش فاكر الحقيقة كان يوم كام في رمضان. وصحيح قبل ما أكمل لكم، ربنا وحده هو اللي عالم وشاهد عليا على كل كلمة هقولها إذا كنت بكذب فيها أو لا. المهم اليوم ده كان في رمضان. صحيت الصبح، رحت التمرين، كان عندنا معسكر في اليوم ده علشان تاني يوم كنت انا ساعتها بلعب في وادي دجله. كنا تاني يوم هنلاعب النادي الاهلي في الدوري. وانا كنت قبليها مصاب وعندي مزق في الاماميه، وكنت رجعت قبليها في ماتش النادي المصري لعبت الشوط الثاني علشان كنت بجهز عشان العب ماتش النادي الاهلي، وكان مدرب الفريق ساعتها كابتن حماده صدقي. المهم رحت التمرين ده، كان عندنا تمرين قبل الفطار علشان بعد يعني هنتمرن ونروح في الاوتيل نفطر، وبعد كده ناخد المحاضره بتاعه الماتش وتاني يوم الماتش. المهم حصل زي ما انتم كلكم عارفين ان في جنود اتقتلت في سينا، وحصل يعني مجازر كتير حصلت اليوم ده. وزي ناس كتير شفنا ان طلع في ولايه سينا، في طلع مش عارف ايه بلا حاجات كتير قوي طلعت واشاعات، في منها الصح في منها الكذب. المهم انت بيجي لك الاخبار انت مش عارف. المهم كان فاضل يا دوبك ربع ساعه تلت ساعه التمرين. دخلت قلت هدخل الحمام، وبعد كده هطلع اتوضى واصلي العصر وانزل التمرين. المهم دخلت الحمام يعني، وبشوف الاخبار بشوف الاخبار لغايه لما عرفت خبر الجنود اللي هم اتقتلوا، دم اتحرق ودم فار، الواحد كان صايم. دخلت كتبت البوست الشهير اللي لو يرجع بيا الزمن مش هضحك عليك واعمل مناضل وثوري وانا جايب، لا، انا النهارده بقول لكم لو يرجع بيا الزمن في اليوم ده كنت اقول يا رب ايدي كانت تتقطع او تتشل قبل ما اكتب الكلمتين دول. سواء انت بقى متفق مع الكلام ده مختلف معاه، انا ده احساسي دلوقتي اللي بقول لك دلوقتي، ده اللي انا حاسس بيه، ان انا نفسي ارجع بيا الزمن وانسى اليوم ده خالص من تاريخي وامحيه. على الاقل اضعف الايمان كان زماني لسه بلعب كوره، او كان ليا تواجد بشكل اكبر في المجال الرياضي. المهم دخلت كتبت البوست وطلعت اتوضيت وصليت ونزلت على التمرين. خرجت من التمرين بمسك الموبايل بتاعي لقيت نوتيفيكيشنز كتير كتير كتير. قلت هاخد الشاور بتاعي، وبعد الشاور هشوف بقى يعني انا ما اعرفش طبعا ايه اللي حصل، وما كنتش متوقع ان البوست هيوصل وينتشر كالنار في الهشيم في الطريقه دي. المهم خدت الشاور بتاعي وطلعت بمسك الموبايل لقيت كل النوتيفيكيشن على البوست ده. مش هضحك عليكم، كنت متلخبط ومش عارف اعمل ايه، مش عارف اللي انا عملته ده غلط اللي عملته ده صح، هيأثر عليا مش هيأثر عليا، اسيب البوست اشيله. المهم غيرت ولبست لبس المعسكر وطلعت على الاتوبيس علشان نتحرك على الاوتيل. اول حاجه انا دايما بتاخر في حته الطلوع للاتوبيس او في اللبس او في الحاجات دي. فطلعت الاتوبيس من اللعيبه اللي متاخره اللي طلعت. المهم اول ما طلعت كل اللعيبه بالجهاز الفني، ايه اللي انت كتبته ده، ايه اللي انت عملته ده، شيل البوست ده بسرعه يا ابني مش عارف ايه والكلام من هذا القبيل. مش هضحك عليكم، انا ساعتها كان في شوك في دماغي، مش عارف اتصرف ازاي ومش عارف اعمل ايه، مش عارف زي ما قلت لكم الكلام ده صح غلط، مش مدرك المشكله اللي انا حطيت نفسي فيها. المهم طلعت على الاوتيل، واول ما وصلنا الاوتيل حصل موقف كده حسيت فيه ساعتها بالخطر. ان انا وانا نازل من الاوتيل لقيت عسكري جاي بيسالني انا، يعني سايب المعسكر كله بالاتوبيس كله جاي يسالني انا، بيقول لي فين احمد مرغني. فقلت له اشمعنى يعني دي، قال لي اصله كتب وعمل ومش عارف ايه وبتاع. قلت له هو انت يعني جاي تقبض عليه ولا؟ قال لي لا ده انا بس عايز اعرف هو، كنت عايز اساله هو ليه كتب كده. قلت له
هو تقريبا ممكن يكون دخل جوه او حاجه، وما رضيتش اقول له ان انا لان انا فعلا مش عارف في ايه. المهم طلعت على الاوضه، طلعت حاجتي، كان عندنا الفطار كان بعديها بساعه او ساعه ونص، قعدت في الاوضه عادي ما بعملش اي حاجه ومتابع النوتيفيكيشن، وصحفيين عمالين يتصلوا بيا، ناس عمالين يتصلوا بيا، طبعا الخبر انتشر ومواقع كتير خدته، وي 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 وانا فعلا يعني مشلول، مش عارف اعمل ايه، ومش عارف انا وقعت فعلا في مشكله ولا لا. المهم نزلنا على الفطار، والمفروض بعد الفطار هيبقى في المحاضره بتاعه الماتش. مش فاكر بقى، الحصري كان كابتن الفرقه هو ساعتها، مش فاكر قبل المحاضره ولا بعد المحاضره، بس تقريبا قبل المحاضره. لقيته بيقول لي كابتن حماده صدقي عايزك في الاوضه. من اللحظه دي ابتديت احس ان انا فعلا في مشكله. المهم رحت قعدت مع كابتن حماده، قال لي بص انا وقفت معاك في المشكله اللي فاتت، أنا قبليها لما كتبت نتمنى الفوز افريقيا تونس الشقيق، كابتن حماده رفض ان انا اتوقف، رغم ان اداره النادي كانت عايزه توقفني. وكابتن حماده وقف في القصه وقال هو براحته يكتب ويقول اللي هو عايزه، طالما راجل ملتزم معايا في التمرين وما بيعملش اي حاجه، ومش الموضوع يعني كبير ومش هعرف اعمل لك اي حاجه، انت هتاخد بعضك وهتمشي من الاوتيل عشان ده الاداره عايزه كده، عايزه ان انت تمشي دلوقتي من المعسكر، وانا هحاول اوصل للناس او هقول ان انت ما جيتش اصلا المعسكر، وحاول ما تردش على صحفيين وما تردش على حد لغايه لما نشوف هنحاول نلم الموضوع ازاي، لان كابتن حماد الصقي كان خايف عليا انا كشخص، مش عايزني اتاذي او اتضر، لان هو كان عارف ان المشكله كبيره وكان قاري المشهد تقريبا. وقال لي بص وانا مش هتكلم، مش هقول ان انت جيت المعسكر، وانت كمان ما تقولش حاجه لغايه لما نشوف ايه اللي هيحصل. المهم قلت له تمام. انا على حظي اليوم ده كنت خليت حد يجيب لي العربيه على الاوتيل، خدت عربيتي وسبت المعسكر ومشيت. قلت اما اشوف الاخبار كده وانا في الطريق، بشوف كل الاخبار استبعاد احمد مراني من المعسكر، استبعاد مش عارف ايه، والنادي بيفسخ عقده وي 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 في نفس اليوم. فكلمت كابتن حماده صدقي، قلت له يا كابتن حماده انت قلت لي مش هنقول ومش هنعمل وكذا 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 وكذا. قال لي بص والله انا حاولت اعمل والم الموضوع، بس في فلان الفلاني وفلان الفلاني ده حد مسؤول في نادي وادي دجله، هو اللي سرب الخبر للصحفيين وهو اللي طلع الكلام ده كله. فقلت له طب انا دلوقتي اتصرف ازاي؟ قال لي لا خلاص، يعني انا كنت متفق معاك على اتفاق في حاجه معينه، فخلاص انت حر اعمل اللي انت عايزه. وبالفعل ابتدت الناس تكلمني، صحفيين، طبعا التليفون ما كانش بيبطل يرن. ابتديت ارد على الناس واقول لهم يا جماعه الموضوع فيه واحد اتنين تلاته. المهم روحت البيت والموضوع كبير، انا عارف في ناس اللي بتكلمني بتقول لي ايه يا ابني اللي انت عملته ده، انت حطيت نفسك في مشكله، انت. وفي ناس تانية كانت تقعد تكلمني تقول لك انت راجل وانت مش عارف ايه وبتاع وانا طبعا اسمع الكلام ده واسخن ومش عارف ايه. المهم زي ما قلت لكم طلع الكلام، الاخبار اللي طلعت كلها ان انا اتوقفت وان انا هيتفسخ عقدي من النادي، وانا كل ده انا مش عارف انا هعمل ايه. المهم تاني يوم ال- الماتش اتلعب والفرقه ما كسبتش الماتش ده تقريبا، مش فاكر، تقريبا النادي الاهلي كسب او حاجه. وبعديها بيوم مش فاكر كان في كان في تمرين ولا كانت اجازه. المهم حصل ان هم طلبوني، يعني مش فاكر حد كلمني في نادي او لا، ان هو يعني انت اجازه لغايه اما نشوف احنا هنعمل ايه. المهم حد كلمني علشان اروح النادي، وكان في اليوم ده كان الاستاذ وائل الابراشي كان كلمني علشان اطلع معاه في الحلقه بتاعته. فالمهم رحت النادي، قابلت الاستاذ حازم خيرت، ده كان ساعتها مدير عام النادي تقريبا. فقلت له طب انا ايه يعني، انا ما نزلتش التمرين ده، انا عايز اعرف ايه نظامي يعني. قال لي انت متحول للتحقيق. قلت له جميل مفيش مشكله. قلت له طب هل التحقيق ده والله العظيم ثلاثة وربنا شاهد على كلامي الكلام ده حصل بالنص، قلت له طب هل التحقيق ده ليه فايدة ولا كده كده نتائج التحقيق محسومة ومحطوطة وملوش لازمة التحقيق؟ قال لي لا، كده كده التحقيق ملوش اي لازمة، ده تحقيق معمول صوري، وكده كده القرار اتاخد خلاص ان انت هتمشي من النادي. قلت له طيب. قلت له طب انا عندي حلقه مش فاكر كان نفس اليوم ولا بعدها بيوم مع الاستاذ وائل الابراشي، انا برضو مش عارف استاذنك ولا لا، فانا بقول لك هو اطلع في الحلقه ولا لا؟ قال لي لا خلاص انت بقيتش على قوه النادي، اعمل اللي انت عايزه. عشان بعديها او بعد ما طلعت مع حلقه الاستاذ وائل الابراشي، الاستاذ حسن المسكاوي طلع قال ان انا طلعت في مع الاستاذ وائل الابراشي بدون علم وبدون اذن النادي. والاستاذ حازم خيرت حي يرزق، يعني لو انا كذاب يطلع يواجهني يقول ان انت كذاب، ان انا كذاب يعني. بس والله 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 وربنا شاهد على كلامي، ما في حرف بقوله غلط، الكلام ده كله حصل. المهم طلعت مع الاستاذ وائل الابراشي واتكلمت، وطبعا كلكم شفتوا اللي حصل. وطلع ساعتها رئيس نادي الزمالك هاجمني وشتمني وقال لي
مش فاكر ان انا مشيت من النادي بفضيحه اخلاقيه ويا بواب ومش عارف ايه وكلام من هذا القبيل كتير يعني. وانا ساعتها حاولت ارد وقلت ان انا ما بخافش من الصوت العالي ومش عارف ايه، وقلت كمان ان انا سهل ان انا ارد عليه، بس انا هحترم حته ان هو مكتوب جنب اسمه رئيس نادي الزمالك. في ناس شافت ساعتها اللي انا عملته ده كان احترام وده موقف كويس، وفي ناس تانية قعدت بتذلني بيها لغايه دلوقتي، تقعد تقول لي انت ما ردتش على فلان ليه، انت ما عملتش ليه، ده انت كذا ده انت كذا ده انت كذا، وبتقول لي ساعتها ولغايه دلوقتي تفضل تقول لي يا بواب بسبب يعني بسبب الموقف ده. وهزيد لكم من الشعر بيت، يعني موقف مضحك جدا. لقيت واحد كاتب لي في كومنت قبل كده على فيديو، كنت مش فاكر فيه اتكلمت عن النادي الاهلي او ايه، بيقول لي يا بواب. المهم قلت اشوف مين اللي بيقول لي بواب، دخلت على الاكونت لقيت واحد نوبي زي حالاتي واسمر او اسود، يعني انا ما بكسفش اقول اسود، هو اللي داخل كاتب لي يا بواب. طب انت داخل تتريق عليا ولا عليك ولا بتتريق على مين يا باشا؟ ما احنا زي بعض. ما علينا يعني. وطلعت زي ما قلت لكم في الحلقه وحصل كل اللي انتوا شفتوه. ساعتها انا قلت للاستاذ وائل ابروشي، مش فاكر قلتها على الهوا ولا ورا الهوا، قلت ان انا عارف ان انا كده بطلت كوره وان انا خلاص مش هلعب كوره تاني. قبل ما انسى، الناس ساعتها اتهمتني ان انا اخوان وان انا مش عارف وعدو الوطن وانا كذا وكذا وكذا. واللي انقذني ساعتها ان لقوا بوستات ليا، الناس بقى فضلت تدور ورايا عشان يعرفوا بقى انا الكلام ده بقوله من امتى يعني. لقوني كنت بشتم قبليها في الاخوان. فاللي حصل ايه بقى، ان انا بيتقال لي يا اخوان، وفي نفس الوقت الاخوان تاخد لي سكرين شوت من الكلام اللي كنت بكتبه عليهم ويدخلوا هم كمان يشتموني، فبقيت اتشتم من هنا ومن هنا. المهم ان بعدها انا فعلا ما كنتش عارف هعمل ايه. طبعا لا اخفيكم سرا ان المجال الرياضي كله عمل نفسه ما يعرفنيش، محدش وقف جنبي يمكن ببوست ولا باي حاجه، يمكن هو تقريبا باسم مرسي تقريبا بس اللي نزل لي بوست. كابتن خالد الغندور انا كنت صعبان عليه، وكان بعديها بيستضيفني في برامج علشان عاوز يساعدني ان انا ارجع، وكان شايف ان انا ممكن اكون ان انا اتظلمت او حاجه زي كده. وكابتن خالد الغندور ده مش كان اول موقف ليه بصراحه، بالعكس كابتن خالد الغندور كان الاعلام الوحيد ان ساعه وفاه ابويا الله يرحمه هو الوحيد اللي طلع عزاني على الهوا. وده موقف انا مش ناسيهوله خالص، هو الموقف بتاع وفاه والدي، والموقف بتاع ان هو بعد المشكله حاول يقف معايا مره واثنين وثلاثه وعشرة. والحقيقه ميدو من الناس برضو اللي طلعت اتكلمت على رئيس نادي الزمالك ساعتها، وقالت ان المفروض بدل ما يطلع يهاجمني ان هو كان اول واحد المفروض ان هو يقف في ظهري. و... وكان قال واثنى عليا ان انا يعني ما رضيتش ان انا اغلط فيه او ان انا اتجاوز في حقه، لان انا راعيت ان هو مكتوب جنب اسمه رئيس نادي الزمالك على الرغم ان هو ما رعاش دي. بس هو كان شايف يعني اثنى على الموقف اللي انا اخدته وكان بيدافع عني بصراحه. ودي حاجه من المواقف اللي انا مش ناسيها لميدو بصراحه. المهم بعدها كلمني نادي واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، يعني انديه كتير كلمتني. وكنت بروح اقعد مع ادارات مع الجهاز الفني ومع كذا حد، ونيجي ساعه العقود الاداره بتاعت كل الانديه كانت تيجي تقول لا ستوب مش هنقدر نكمل العقد. ودي حاجه انا مش عايز اقول بس اسامي الانديه او حاجه علشان يعني ما احطش ناس تحت حرج، بس كان في رئيس نادي معروف قوي كان مكلمني. و... وكلمت انا استاذ وائل ابراشي، كنت انا النادي ده عايز اروح لان كان نادي ليه اسمه في الوقت ده يعني. فقلت له في واحد اتنين تلاته، ورئيس النادي بعد ما كان بيتكلم معايا ان هو عاوزني مره واحده الاتصالات اتقطعت وانا مش عارف في ايه. المهم ان هو كلم رئيس النادي ده فعلا وقال له انا كنت عايزه بس انا كنسلت الموضوع لان انا خايف من فلان الفلاني، وفلان الفلاني ده كان رئيس نادي الزمالك. والله العظيم ثلاثه زي ما بقول لكم الكلام ده حصل، انا بس مش عايز اقول اسامي علشان ما احرجش حد. والمشكله ان الاستاذ وائل الابراشي يعني توفاه الله، فمش هيعرف ياكد الكلام اللي انا قلته ده يعني للاسف. وتمر الايام وفعلا يحصل اللي انا كنت متوقعه، يجي اخر يوم في فتره القيد في الدوري الممتاز، وفعلا بعد ما كانت كل الانديه عايزاك مره واحده ولا نادي عايزك. كنت ساعتها كتبت بوست شهير ان انا خلاص هبطل كوره ومش هلعب كوره تاني، وان انا خلاص جبت اخري من المجال ده. لان زي ما قلت لكم بعد ما الانديه كانت عايزاك والناس كلها كانت بتكلمك مره واحده ما حدش بيكلمك، ما حدش عايزك، كله خايف. والحقيقه انا برضو ممكن اكون ملتمس لهم العذر، انا عارف المشكله كبيره ومش في ايد حد، يعني انا متفاهم ده جدا، بس كنت نفسي حد على الاقل يرفع سماعه التليفون عليا حتى لو بيني وبيني يقول لي معلش يعني يراضيني باي كلمه. بس الكلام ده برضو ما حصلش. يمكن كان جنش كمان من الناس اللي كانت بتسال عليا يعني، وكنت انا صعبان عليهم.
وزي ما قلت لكم انا مش بعمل الفيديو ده علشان اقول لحد ان انا اصعب عليه، بس انا ما الا بوثق إيه اللي حصل، لان ما لغايه دلوقتي انا عمري ما حكيت تقريبا الموضوع ده كامل على بعضه. وكتبت البوست لقيت ابراهيم سعيد بيكلمني لا ما تبطلش، وقعد يكلمني مره واثنين وثلاثه ان انا ارجع العب. جولدي بيلعب في الدرجه الرابعه، ان هو مسك مدير فني وعايزني معاه وتبقى فرصه ليك انت ترجع تاني. مش هضحك عليك، وانا موضوع نفسيا بالنسبه لي كنت شايفه هيبقى ازمه، لان انا من دوري ممتاز ولعبت في زمالك ولعبت في دجله ولعبت بره مصر، ان انا انزل لدرجه رابعه مش حتى تانية او ثالثه يعني، درجه رابعه. فالموضوع كان نفسيا مش سهل عليا. بس المهم هو قال لي كلمه في الاخر، قال لي خد الموضوع كأنه انت بتلعب مع اصحابك، يعني خد الموضوع كحب للكوره. وفعلا سمعت كلامه ولعبت معاه سنه. والحقيقه ابراهيم سعيد واحد من اكتر الناس اللي انا حبيتها في المجال ده، وعارف ان في زملكاويه كتير ممكن يزعلوا مني بسبب الكلمتين دول، لكن ابراهيم سعيد هو لعيب الكوره الوحيد في الوقت ده اللي كان بيكلمني وكان بيديني كلام كويس، وكان فعلا بجد عاوز يساعدني في الوقت ده. فانا عمري ما نسيته. ونادي جولدي يعني ابراهيم سعيد متمسك، ونادي جولدي، بس انا ابراهيم سعيد مش قادر انسى له الموقف ده تماما. ومهما ابراهيم سعيد يتكلم ومهما يقول على نادي الزمالك، انا عمري ما هطلع اتطاول او اقول كلام خارج او اهاجم ابراهيم سعيد، لان زي ما قلت لكم هو ليه جميل معايا انا مش ناسيه. والراجل ده كمان انا بحبه لان انا شفت منه خير وشفت بسببه خير كتير يعني، مش هضحك عليكم. ولعبت في نادي جولدي اكتر يعني مش فاكر كام سنه، بس كنوع رد الجميل للنادي ان هو كان عايز يساعدني. يشهد ربنا على كلامي ان انا عمري ما خدت ربع جنيه واحد من نادي جولدي. وحتى لما كان بيطلعوا مكافآت لينا لما كنا بنكسب ماتشات عشان احنا صعدنا، ربنا شاهد على ان انا كنت بدي المكافأة بتاعتي دي للعيبه. مش عارف انا صح اقول الكلام ده ولا لا، بس ده اللي حصل يعني. المهم بعد الموقف ده جالي نادي الداخليه زي ما انت سامع كده، والناس كلها استغربت وانا كنت اول واحد، وما رضيتش حتى اطلع اتكلم واقول ده جالي الداخليه وجاي مش عارف ان انا مش مصدق ان انا عندي مشكله زي دي ويجي لي بعديها نادي الداخليه. بس الموضوع كان جاي عن طريق كابتن فاروق جعفر اللي هو كان مقتنع بيا جدا كلعيب. وده برضو كابتن فاروق من واحد من الناس اللي مش قادر انساهم، ان هو كان عايز يساعدني برضو فعلا. ورحت نادي الداخليه ومضيت عقد على بياض، لا اعرف كام سنه ولا اعرف المقابل المادي قد ايه. بالعكس كمان نادي جولدي تساهلوا جدا معايا في الموضوع، وادوني يعني قالوا ان هم هيدوني الاستغنى ان انا اروح نادي الداخليه من غير اي مقابل، مش هياخدوا مني ربع جنيه، مقابل ان انا ايا كان عقدي هيبقى بكام هديهم 10% من العقد ده. وانا كنت موافق وكنت شايف ان ده ابسط حقوقهم، لانهم كانوا ممكن بقى يرخموا ويبقى يقول لك عايزين كذا عايزين كذا. لكن الناس فضلت مصلحتي انا ان انا اروح النادي بدون اي عراقيل وبدون اي عقوبات، وقال لك في مقابل 10% اكنهم الايجنت يعني. وانا كنت شايف ده حاجه طبيعيه جدا ان انا ارد لهم اللي هم عملوا معايا، ان هم سابوني ان انا امشي ببلاش. ومشيت مع نادي الداخليه وكنت بتمرن، والحمد لله كنت ماشي بشكل كويس جدا، وكنت واخد الموضوع تحدي ان انا كنت واخد ان انا ربنا كرمني في السنه دي لازم اعمل حاجه واثبت ان انا السنه اللي بعدت فيها دي كنت انا احق ان انا ابقى موجود في الدوري الممتاز. لكن مره واحده عرفت ان كابتن فاروق جعفر ساب الفرقه، معرفش الفرقه النادي مشاه او هو اللي مشي، بس اعتقد ان النادي مشاه. وكان في ماتش ودي، رحت الماتش الودي لقيت المدير الفني كابتن ابراهيم عبد الصمد تقريبا بيقول لي الكلمه اللي انا كنت قلت ساعتها ان هي اتشهرت جدا، ان انا مش هينفع يعني، هو جاله كلام ان انا ما ينفعش ابقى موجود. وانا الموضوع بصراحه ضايقني جدا، وقال لي هتستنى، وقال لي اسم حد اداري كان هو ظابط برضه، بس انا مش فاكر الاسم دلوقتي لان انا ما اتعاملتش معاه غير مره واحده في اليوم ده، فمش فاكر الاسم، مش متذكره قوي. المهم قال لي استناه ومش استناه، يمكن ومش يمكن. قلت له لا انا مش هتحايل على حد عشان العب كوره يعني. قال لي معلش استنى ومش استنى. المهم استنيته، رحت لما جه رحت قعدت اتكلمت معاه. قال لي كلمه غريبه جدا، قال لي انت بتشتم رئيس البلد وعايزنا احنا كنادي داخليه تيجي تلعب عندنا؟ فرديت عليه بكلمتين، قلت له اول حاجه انا ما شتمتش حد، تمام. تاني حاجه لو انت شايف ده، طب ما قلتش الكلام ده ليه من الاول؟ ليه سبتني بعد ما فرحت واتبسطت واتعلقت ومضيت على بياض وكل ده جاي تقول لي الكلام ده دلوقتي؟ قال لي طب على العموم
تعالى يوم السبت ونشوف هنعمل ايه. مش فاكر كان يوم ايه، المهم كان عايزني اروح يوم السبت يعني. قلت له ليه؟ قال لي بس هنشوف هنعمل ايه، وقلت له تمام. رحت يوم السبت. المهم قريت بعد كده في الاخبار قبل ما اروح ان هم هيجربوني في ماتش ودي ويشوفوني اذا كنت هنفع ولا لا. عايزين يعملوا لي، قال يعني انا جربوني في ماتش ودي، عايزين يمشوني بالطريقه دي، وان انا لسوء مستوايا ان انا همشي. فانا طبعا قريت الكلام ده وما كنتش هقبل ان انا ادخل وابقى ضمن السيناريو البايخ ده. المهم ورحت فعلا في ميعادي يوم السبت. فسالته قلت له انا موقفي ايه؟ قال لي مفيش، هتنزل عندنا ماتش ودي هتلعبه. قلت له طب لا، انا عايز كلمه من حضرتك دلوقتي، يا انا معاك في الفرقه وهنزل التمرين وهلعب الماتش ما عنديش مشكله، يا اما انت تقول لي ان انت نازل الماتش ده بتجربني علشان تشوف مستواي هلعب ولا لا. فقال لي انت هتنزل الماتش ده وهنجربك وهنشوف اذا كنت هتصلح ومستواك ومش مستواك مش عارف. قلت له مع احترامي لحضرتك ومع احترامي لنادي الداخليه، بس لو الظروف غير الظروف انت كنت هتكلمني مره واثنين وثلاثه، وانا كنت ممكن ما ارضاش اجي العب عندك عشان اسباب كتير، اهمها ممكن يكون المقابل المادي اللي انا اصلا ما اتكلمتش فيه لان انا كنت مضطر اوافق وما كنتش اعرف هيحطوا لي كام في العقد. وقال لي ما انا ما اعرفكش. قلت له والله يبقى العيب في حقك انت، في سيادتك يا فندم، ان انت تبقى شغال المده دي كلها في مجال الكوره وما تعرفش واحد لعب في نادي الزمالك ولعب في نادي وادي دجله ولعب في الانديه اللي انت الانديه دي بتقابلها، فازاي ما تعرفش؟ ده انت المفروض تبقى عارف الدكه اصلا بتاعت كل نادي. ما علينا يعني. وخدت بعضي ومشيت لما عرفت ان الموضوع كان هيبقى مسرحيه، ان انا مش هبقى موجود وتوالت الاحداث ولعبت كوره برضو رجعت نادي جولدي وبعد كده سافرت 6 شهور الاردن. المهم ملخص القصه دي ان انا واحد من الناس شايف ان انا اتظلمت. في ناس كتير، ودي بقى نقطه مهمه عايز اتكلم فيها، لما بتكلم على النادي الاهلي او بفرح ان هو بيخسر وشايف ان ده حقي ودي حاجه طبيعيه، انا دلوقتي ما بقتش لعيب كوره، مش مسؤول في اي حاجه، ما بعملش اي حاجه. لما اطلع اقول ان انا عايز نادي الزمالك يكسب، ففي واحد يقول لي انت بتحكها في نادي الزمالك ومش هترجع، واحد تاني بيقول لي انت بتحكها في النادي الاهلي علشان تتشاف وعلشان وعلشان وعلشان. فانا هرد على النقطتين دول. وقبل ما ارد على النقطتين دول، انت كراجل اهلاوي بتدي نفسك الحق ان انت تسف وتتريق على النادي، على نادي الزمالك، ومش عايز تديني انا نفس الحق. فتمام، ده رقم واحد. رقم اتنين، انت بتقول كده ان انا بقول كده بحكها علشان ارجع او اشتغل في نادي الزمالك. انا لو عايز ارجع اشتغل فعلا في نادي الزمالك، فانا مش هحكها ان النادي الاهلي يخسر، انا هحكها مع رئيس النادي. هطلع اتكلم عليه واقول ده الاسد ده كذا ده كذا ده كذا، وممكن تاني يوم تلاقيني موجود في النادي. لكن انا لما بشوف حاجه صح بقول صح، ولما بشوف حاجه غلط بقول غلط، ورزقي ده على ربنا. ومش هقول لك انا عنتر وما بخافش، لا انا بخاف. وزي ما قلت لك انا البوست ده لو يرجع بيا الزمن انا نفسي اقطع ايدي قبل ما اكتبه. ده رقم واحد. رقم اتنين، انت بتحكها، بيتقال لي ان انا بحكها في النادي الاهلي علشان اتشاف وعلشان وعلشان. والله 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 وربنا شاهد على كلامي، ما في اي حاجه من الكلام ده صح، وفي اي حاجه من الكلام دي بتيجي في دماغي. الحاجه التانيه، كومنت تاني بيجي يتقال لي ان احنا ندمانين ان احنا تعاطفنا معاك علشان انا بدخل يعني بفرح لما النادي الاهلي بيخسر. طيب انت لما بتتعاطف مع موقف او مع شخص ما، بتتعاطف معاه عشان هو يستحق التعاطف ده في الموقف ده. مش معنى ان انا مختلف معاك في الرأي ان ده يلغي مبدأ التعاطف بتاعك، لا. لو انت شايف رأيي غير رأيك، تمام، في موقف تاني بعيد عن الموقف ده، بس انت متعاطف معايا وتيجي تذلني، تيجي تقول لي انا غلطان، يا باشا انا مش عايز تعاطفك. مع احترامي لحضرتك ومع احترامي لسيادتك، ان التعاطف بتاعك ما عمليش اي حاجه، ما فادنيش باي حاجه. لما بيكون معيش فلوس مش هتطلع فلوس من جيبك وتداني تقول لي خد اتفضل، والله لا، انا هتقطع عيشي. مكسبي المادي قل بشكل كبير جدا. انت معلش انت تعاطفت معايا وشكرا وعلى دماغي يا باشا، بس انت فعلا تعاطفك ده والله ما عمليش اي حاجه. فلو سمحت ما تجيش انت مختلف معايا، تمام ما عنديش مشكله، وانت بتقول ان انت غلطان ان انت اتعاطفت معايا عشان انا بقول ان الاهلي خسر. طيب ما انت في نفس الوقت زي ما قلت لك من شويه، انت برضو بترجع تقول عايز نادي الزمالك يخسر وبتفرح. طب اشمعنى انت؟ ما انت انسان وانا انسان، انت بني ادم وانا بني ادم، اشمعنى بتدي لنفسك الحق ده وانا لا؟ تاني حاجه، انا ممكن ارجع واقول لك برضو انا ندمان ان انا نزلت مع التراس اهلاوي المظاهرات
عشان بطالب بحق الشهداء بتوع مذبحه بورسعيد. بس انا عمري مهما حصل، ومهما لو جمهور الاهلي كله اتفق ان هو عشان يشتمني، عمري ما هندم على الموقف ده، لان انا كنت شايف ان انا نازل ادور على حق ناس اتقتلت بدون وجه حق. انا نازل كان هدفي ان انا اجيب حقهم بجد. وشوفوا مين اللعيبه اللي نزلت من انا يعني انا ممكن اجود بقى واعلي وانظر واقول لك شوف مين اللعيبه اللي نزلت معاك، وشوف مين اللي ما حدش نزل معاك المظاهرات. انا نزلت المظاهرات، ولما نزلت ما عملتش بروباجندا. انا لولا ان واحد صحفي شافني ونزل الخبر ما كنتش هقول. لكن انا نزلت لان انا كنت مؤمن فعلا ان الناس دي اتقتلت غدر. فانا ممكن اقول لك برضه انا ندمت، لكن انا عمري ما هقول. ده الفرق بيني وبينك. انا شايف ان انت حقك ان انت لما نادي الزمالك يخسر تدخل وتهزر وتسف، شايف ان ده حقك. وعمري ما هقول لك ان انا ندمت ان انا نزلت مع التراس اهلاوي. لكن انت العكس، مجرد ما النادي الاهلي بيخسر وبطلع انا افرح، بترجع تقول لي ان انا ندمان. انت حر. بس زي ما قلت لك انت برضو تعاطفك ده والله ما عمل ولا هيعمل لي حاجه. ومش بقول لك كده علشان اتعالى عليك، بالعكس. انا اللي اتاذيت لوحدي وانا اللي اتضريت لوحدي. والله 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 لا بعمل الفيديو ده علشان اكسب تعاطف حد ولا اكسب ود حد ولا اي حاجه. انا ما الا ده الذكرى السنويه زي ما بيقولوا بتاع اليوم ده او بتاع المشكله دي. فانا داخل احكي التفاصيل في فيديو كامل مره واحده، علشان لو حد مهتم انه يعرف القصه يتفرج على الفيديو ده. سلام.